معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة هجرية مباركة، أسأل الله عز وجل أن يعيدها علينا وعلى أمتنا قاطبة بالخير واليمن والتمكين والبركات. وقد قال ربنا في آية القرآن: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يكفي أن نتذكر هذه الآية لنحاسب أنفسنا جميعا، وهي فرصة للمحاسبة، المحاسبة الفردية والمحاسبة الجماعية. فإذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع يحقق الله لنا ما لا نستطيع. فمن مقاصد وثيقة المدينة، قبل أن أجيب عن سؤالك، الانتقال من مفهوم القبيلة أو العشيرة إلى مفهوم الأمة، وهذه مسألة مهمة وأنت ذكرت بارك الله فيك، وكذلك الأساتذة الكرام وكذلك الذين سبقونا تحدثوا عن هذه الأمة، ميلاد أمة اسمها أمة الإسلام. وقد قال ربنا في آية كثيرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، في سورة البقرة، وكذلك في سورة الأنبياء: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي سورة المؤمنون: وأن هذه أمتكم وأنا أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. آيات كثيرة. إذن الانتقال من مفهوم القبيلة أو العشيرة، من هذا المفهوم الضيق إلى مفهوم فسيح واسع الأمة، هذا في حد ذاته إنجاز كبير. لذلك هذه الأمة وفقها الله عز وجل ممثلة كما قلت بارك الله فيك في السلف الصالح. وفق السلف الصالح إلى اختيار هذا الحدث العظيم للتقويم الهجري لسبب أساس، هو ربط هذا التقويم بحدث عظيم. يمكن يمكن للسلف الصالح أن يربطوا ذلك بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم في حد ذاته حدث، أو بعثته حتى. نعم، هذا حدث. إذا كان هذا كافرا كما قال الشاعر: جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. إذن يمكن ربط أيضا هذا التقويم بالبعثة كما قلت يا بارك الله فيك، بالبعثة النبوية. ولكن السلف الصالح إعمالا لمبدأ الشورى في القرآن الكريم وأمرهم شورى بينهم، أجمعوا على أن يكون التقويم مرتبطا بهذا الحدث، لربط الأمة بالحدث العظيم: ميلاد أمة مسلمة، ميلاد قيم جديدة، ميلاد مبادئ جديدة، هوية جديدة، هوية يعني لها معالم بارزة، لها معالم متميزة كما ورد في مقدمات وثيقة المدينة: أمة واحدة من دون الناس. لو حللنا هذا المقطع من الوثيقة: أمة واحدة، صحيح، كذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الأمة هي أمة واحدة، دينها الإسلام، ربها واحد، عقيدتها واحدة، رسولها واحد صلى الله عليه وسلم، ولكن من دون الناس، فهناك اعتراف بالآخرين، وهنا يتحقق التعايش. لذلك كان هذا الاختيار للتقويم بناء على هذا السبب الرئيس، لترتبط الأمة بهذا الحدث العظيم: هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، حماية للدين، صونا للعقيدة، ميلادا لهذا المجتمع الجديد.